يومكم سعيد. اليوم رح أشارك معكم فتة شاورما الدجاج اللي مشهورة فيها المطاعم السورية. عملتها بطريقتي سهلة كتير وكتير بتعجب الأولاد، ويلا نجربها مع بعض. ويا ريت اللي بيجربها يكتب لي بعدين في التعليقات إذا عجبته ويقارن ما بينها وبين تاعت المطعم، حيلاقيها نفس تاعت المطعم بل ألذ بشوي، ومتأكدين طبعا من جودة المنتجات اللي انتوا عم تستعملوها. حطيتها أنا بعلب عشان أقنعهم إنها مطعم. أول شي عندي نص كيلو من صدور الدجاج، ممكن تستخدموا الأوراق إذا أنتوا بتفضلوها، المهم تكون منزوعة العظم والجلد، مقطع على شرايح رفيعة. حطيت عليها علبة من الزبادي، وحطيت عليها معلقتين من الخل، واستخدمت التتبيلة الشاورما الجاهزة من ماجي، وهي تعادل تستخدم لنصف كيلو يعني. وحطيت معلقة صغيرة من البابريكا وراح ألخبطها. توابل الشاورما هي بتتكون دايما من بودرة ثوم، بودرة بصل، كزبرة ناشفة، رشة كمون، رشة فلفل، ورشة بابريكا لو ما عندكم الظرف الجاهز يعني. وطبعا بتحطوا ملح، أنا هون ما بحتاج لأنه هي الخلطة الجاهزة بتيجي مملحة وخالصة. رح أخليها تقعد بالخليط تبعها وتتنقع فيه لمدة ساعتين على أقل التقدير يعني، ولو فيكو أكتر كمان أحسن. هلأ بتركها على جنب وبكمل تحضيراتي. زي الفيديو السابق قطعنا الخبز لمكعبات أو مربعات متساوية، واستخدمت فيها المقص لأنه أسهل. بعدين رح أحمره لغاية ما يصير بزيت نظيف، لغاية ما يصير باللون الذهبي. وهلأ رح نحضر التومية. معلقتين من النشا، ححط عليهن معلقة صغيرة من الثوم، وححط عليهن نص كوب من الماء على البارد قبل ما تتعرض لدرجة حرارة. رح أدوب النشا كتير مزبوط، وبعدين بحطها على النار لغاية ما يكثف. بضلكوا تحركوها لغاية ما يكثف معكم الخليط ويصير بهذا الشكل كأنه الصمغ يعني. وبحطها شوي لتبرد وتهدى قبل ما أكمل الخلطة تبعت التومية. هيك هاي أول مرحلة من التومية. رح أحط المزيج تبع النشا بالثوم اللي زي المهلبية بعد ما صار مش ساخن يعني، برد شوي. ورح أحط عليه تقريبا 3 معالق من الخل، نصف كوب من الماء، ونصف كوب من المايونيز. إذا بتحبوا المايونيز أقل ممكن تحطوا أقل، ما رح يأثر يعني، بس أنا استخدمت نصف كوب من المايونيز. وكمان حطيت عليه تقريبا معلقتين لعصير ليمون، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، وهاي اختيارية. بالهاند بلندر رح أخفقه كتير كويس ليتجانس ويصير عندي كريمة نفس ملمس التومية الجاهزة اللي انتو بتشتروها، وطعمها ولا أروع. كتير سهلة وما بتحتاج وقت كتير، على طول بتكون خالصة وجاهزة عندكم. وأفضل كتير من إنكم تشتروا التومية المعلبة، لأنه بيكون طعمتها متغيرة، مش فريش، مش حلوة يعني. هذا شكلها هي وعم تتخفق لغاية ما أحصل على قوام كريمي. خلص نقعت هون كوبايتين رز بسمتي، وبعدين رح أبلش على طول بالرز. الرز بالتفصيل موجود بالفيديو السابق لأني أنا صورت الوصفتين مع بعض. توابل الناشفة، وبهارات كبسة، ونصف معلقة من بودرة الزعفران، مي مغلية، ورح أضيف عليها الرز المنقوع وأفلفله لغاية ما يستوي ويطلع مفلفل ولطيف زي هذا الرز هيك. الطعمة فيه ظاهرة التوابل ولونه أصفر وحلو زي تماما ما بيتباع في المطاعم، بل طعمه أحلى كمان. هلأ على الطاسة حطيت الدجاج بعد ما تنقع، وبخلي النار دايما عالية عليه، مش محتاج اني اوطيها لانه بسرعة بيستوي. على النار العالية بتضل ايدي فيه بحرك كل شوي لغاية ما اتأكد انه كل الدجاج استوى وشرب التتبيلة تبعته. خلص ببتدي اجهز التقديم. انا استخدمت العلب الورقية هذه وإلها غطاء
علشان بس إيش نعيش الجو يعني. وكانت طريقة لطيفة بالتقديم. أول شي، طبعا هاي العلب كمان ممكن تتسخن بالميكروويف، تدخل ميكروويف. أول شي حطيت طبقة من الخبز المقلي، طبقة خفيفة، وبعدين رح أحط عليها من التومية اللي إحنا حضرناها مع بعض. شايفين كيف قوامها كريمي وسلسة؟ بعدين ححط رز، طبقة من الرز، ودايما شيلوا التوابل الجافة يعني عشان ما يكون في مفاجآت للواحد هو عم بياكل. كان في هيل وشلته. بنحط كمية رز تكفي يعني شخص، وانتوا طبعا طريقة التقديم انتوا حرين فيها كيف تستخدموها يعني، بس انا حبيت ايش يعني اني اغير يعني. بعد ما بحط الرز حطيت دجاج الشاورما اللي انا عملته، بحطوا الكمية برضو اللي انتوا بتحبوها، بحطها على الوجه، كمية حلوة من الشاورما. وبعدين بحط شوي من الخبز عشان يبين انه هي فتة. احنا حاطين طبقة تحت، بنحط كم حبة خبز هيك بس للتزيين، شوية بقدونس، وبرجع بحط طبقة وفيرة كمان من التومية. وانتوا خلوا على السفرة في صحن للتومية، اللي حابب يزيد يزيد. حطيت شوية رمان عشان أنا بحب الحركات. وبس، شاورما دجاج رائعة، اتعملت فتة ولا أروع، لذيذة وطيبة، وتنافس المطاعم، عن جد تنافس المطاعم. اللي دقوها فكروا عن جد إني أنا جايبتها من المطعم. وهذا كل شي لفيديو اليوم. لو عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات، وحاولوا تجربوا وصفاتي، واللي عنده طرق مختلفة لتحضير الأصناف اللي أنا بعملها يكتب لي بالتعليقات. إحنا هيك بنستفاد من بعض. استودعتكم الله حتى ألقاكم بفيديو جديد. مع السلامة.